السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي قناة المحترف واحد. اليوم أقدم لكم أحبتي في الله برنامج يقوم بإخفاء ال IP. هناك العديد منا يبحث عن إخفاء ال IP، إما للحماية أو للولوج إلى مواقع هي مغلقة في العديد من الدول. هنا تقوم الحكومات بإخفاء بغلق مواقع، ولكن من خلال تغيير ال IP الخاص بك يمكنك الولوج إلى هذه المواقع. هناك العديد من البرامج التي تقوم بإخفاء الاي بي، ولكن اليوم أردت الاستعانة أو أردت أن أشارككم هذا البرنامج الجيد والجميل، وهو برنامج البروكسي سيف اي بي، الذي يتوفر فيه حقيقة النسختين، الأولى مجانية والثانية مدفوعة الثمن. هذا النسخة المجانية متوفر، لذا سأقدم لكم النسخة المجانية وهي كافية. من خلال هذا البرنامج يمكننا تغيير اي بي خاص بك والحصول على مجموعة من الدول كالولايات المتحدة، البرازيل، استراليا، هولندا، من خلال القائمة التي يوفر لنا هذا البرنامج. نبدأ على بركة الله بالشرح. نذهب إلى رابط البرنامج، نقوم بتحميل البرنامج من هنا، وستجدون الرابط أسفل الفيديو. وإذا وجدتم في هذا الرابط إشكالية في التحميل سأضع لكم رابط ثاني لتسهيل عملية التحميل. نضغط هنا. أنا بقوم بتحميل البرنامج. ها هو البرنامج. نقوم الآن بتنصيب البرنامج بتبيان قائمة اللغات المتوفرة هنا. متوفر عديد اللغات. نختار العربي. لأنها طلب مني إما إعادة تشغيل الحاسوب أو سأعيد تشغيل الحاسوب أو ترك الاختيار، لكن أنا لا أريد إعادة تشغيل الحاسوب الآن. تم تنصيب البرنامج. هذا أيقونة. هذا البرنامج هو حقيقة يعجبني لأنه برنامج خفيف، برنامج سريع. هنا كما تشاهدون إخوتي في الله وأحبتي في الله قائمة بالدول التي هناك بريطانيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أستراليا، هناك كندا. هناك العديد من الدول التي يمكن أن تقوم باختيار أدرس اي بي تبع أي دولة. أنا على سبيل المثال سآخذ هنا نيوجيرسي. بعد اختيار هذا أدرس اي بي سيكون أدرس اي بي تبع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا لا أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، ولكن سأستعمل هذه الأدرس اي بي للوصول إلى أي مواقع إن كانت في بلدي هذا هناك مواقع مغلقة، أو هناك أريد الاختفاء عبر الإنترنت، أو أريد توفير حماية أكبر. الآن أنزل هنا كونكت. كما تشاهدون كتب الله هذه الموكلة أعطاني الأدرس. أنا الآن أقوم بالولوج على الإنترنت بأدرس أو بأي بي تبع الولايات المتحدة الأمريكية. لكم مني جزيل الشكر على المتابعة، وأرجو أن تكون هذه الحلقة استفدتم منها. لكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.